بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه تجربتي مع اليقطين. أنا مريض من مرضى السكري، أعاني من هذا المرض منذ سنوات عديدة، وقبل عدة أشهر بدأ السكري بالارتفاع عندي لمعدلات عالية، كان يصل إلى 350 وأوقات وصل حتى إلى 400 ميليغرام. واضطررت إلى بعد مراجعة الأطباء إلى البدء باستخدام الأنسولين بدرجات عالية حتى أستطيع تخفيض نسبة السكر في الدم. وبعد محاولات كثيرة مع الأنسولين كان الموضوع يتأرجح عندي، أوقات يرتفع وأوقات يسبب لي انخفاض كبير، وكان الموضوع متأرجح، يعني لم ينضبط معي بالضبط. وبهذه الأثناء كان لدي شغف كبير بالبحث في اليقطين لما قرأت عنه وسمعت من الكثيرين عن فوائد اليقطين، فبدأت بفضل الله عز وجل ببعض التجارب على نفسي. فقمت بتجارب على معظم أنواع اليقطين، وهذه معظمها الذي ترونها أمامكم. فوجدت أن أفضلها على الإطلاق هذا النوع الذي ينبت في الهند وفي نيبال وبنغلاديش. اسمه في الهند آش جولد بامبكن، ويوجد أيضا في الشرق الأقصى اسمه وينتر ميلون. عندما بدأت بالتجارب، أولا بدأت بطهي اليقطين وتناوله، يعني النتائج كانت تكون لدي عادية. ثم بدأت بفكرة أخرى، بدأت بتناوله نيئا. كمثال أتيت بهذا النوع من اليقطين الذي هو آش جولد، وبدأت استخدامه نيئا. فأتيت بقطعة وزنها تقريبا نفس هذه القطعة، هذه وزنها أوقية أو 200 جرام. قطعتها مع القشر، وقمت بخلطها بالخلاط مع الحليب. ثم تناولت الطعام ولم أخذ أي جرعة من الأنسولين أو دواء السكر. بعد ساعتين وصل السكر عندي إلى معدل 340 ميليغرام. ثم أخذت هذه الجرعة، يعني هاي الخليط من الحليب وهذا النوع من اليقطين. فبفضل الله عز وجل بعد ساعتين قمت بالتحليل، فوجدت أن السكر انخفض عندي بحوالي 200 ميليغرام، كان 340 فأصبح 140. كررت التجربة مرات عديدة، كنت أحصل دائما على نفس النتيجة. أيضا أردت أن أعرف أين تكمن الفائدة، فأخذت القشرة لوحدها، هذه القشرة تقريبا، هذه القشرة فقط، القشرة أخذت هذه القشرة وخلطتها مع الحليب أيضا وتناولتها، فوجدت أن السكر انخفض عندي بمقدار 150 ميليغرام. فاكتشفت أن الفائدة تكون في قشرة اليقطين أكثر من اللب. هذا بالنسبة لمرضى السكر، والله أعلم. كررت التجارب نفسها على معظم أنواع اليقطين، فوجدت مثلا على هذا النوع من اليقطين يقوم بتخفيض السكر بمقدار 80 ميليغرام، هذا النوع بمقدار 80 ميليغرام. هذا النوع الذي يتكلم عنه الكثير وأنه أفضل الأنواع، وجدت أنه يخفض السكر بنسبة 50 ميليغرام. هذا وقد قمت بالتجارب عليها كلها، سواء كانت مطبوخة أو كانت نيئة، قمت عليها بتجربة واحدة، فوجدت أن هذا النوع هو أفضلها على الإطلاق. والأعجب من هذا أنني عندما بدأت بتناول اليقطين ويعني البدء بالتجربة، كنت أجرب هذا النوع من اليقطين بغرض السكر، لكن بعد أسبوع من البدء بهذه التجربة وجدت شيء آخر. قبل أن أبدأ التجربة كنت أعاني من بعض الأمراض التي تخص الجهاز البولي أو البروستات. فبعد أسبوع من بدء تناول هذا النوع من اليقطين أو اليقطين، أو يعني لا أستطيع أن أجزم أنه من هذا النوع أو من الأنواع الأخرى، لأني بدأت تناولها جميعا ثم انفردت بهذا النوع. وجدت بعد أسبوع من بدء تناول اليقطين نيئا وبهذه الطريقة أن البروستات عادت
تعمل بشكل طبيعي جدا 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 بفضل الله عز وجل. هذا ما توصلت إليه من تجربتي مع اليقطين. أسأل الله عز وجل أن تكون هذه التجربة فيها الخير للكثيرين ممن يعانون من هذا المرض، من مرض السكري أو أمراض أخرى، وأن يكون عملي هذا خالصا لوجهه تعالى. ولمن أراد أن يستفسر أي شيء عن أي شيء أو كيفية الحصول على هذا النوع من اليقطين، يمكن أن يرسل لي رسالة على الإيميل الموجود في أسفل الشاشة أو رقم الواتساب الخاص بي. وللعلم هذا النوع متواجد في معظم دول الخليج العربي، في محلات السوبر ماركت الكبرى في رفوف اليقطين تجدون هذا النوع من اليقطين اسمه آش جورد. والذي يريد أن يستفسر عنه وعن قيمته الغذائية، ممكن أنا يعني قرأت عنه في محرك البحث جوجل، يمكن الاستفسار عنه، أو يعني لمن أراد أن يأخذ معلومات الاطلاع في محرك البحث عن وينتر ميلون تريتمنت، يجد كافة التفاصيل عن هذا النوع من اليقطين والأشياء التي يستفيد منها بالعلاج بهذا النوع من اليقطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.